السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية أو العوامة بأسهل طريقة. هنضيف لها دقيق بسبوسة عشان تبقى مقرمشة وزي بتاعة المحلات بالظبط. تعالوا نشوفها مع بعض. هنعملها ازاي بمساعدة الشيف إسراء اللي هي مش شيف أساسا، بس خليكم معانا هتشوفوا أحلى. قاعدة متجمدة وسقعانة، هموت من السقعة، وبنتي طلبت تاكل زلابية او عوامة، فيلا بينا بقى نعملها وامرنا لله. اول حاجه انا هعملها كوبايه دقيق، مش بكوبايه، انا بعملش بكوبايه، بس هي عشان خاطر ايه، انا هغربله او هنخله كده زي ما انا قلت قبل كده. انا ما بحبش اعمل اي دقيق من غير ما يتغربل او يتنخل، مش عارفه، بحس ان هو لازم يتنخل. وقع فيه حاجه بقى، خصوصا ان انا بجيب الدقيق ده سايب، فلازم انخله. هو بيبقى نضيف والله، ما فيه اي حاجه، زي الفل. انا حطيت كوبايه دقيق عادي، وهحط كمان كوبايه، نص كوبايه من الدقيق بتاع البسبوسه. دي البسبوسه اللي هو بنجيبه من عند العطار السيد ده، برده ده طبعا ما بيتنخلش. فهحط كوبايه دقيق، او خلي الدقيق العادي اكتر من دقيق البسبوسه لما تيجي تعملي الزلابيه. حط الاتنين على بعض وهقلبهم. انا حطيت دقيق البسبوسه وحطيت ضعفه الدقيق اللي هو العادي، وهحط معلقه كبيره نشا، معلقه هرميه كبيره كده نشا. ما عندوش نشا يشتري نشا، عشان دي ما تنفعش كده، عشان تبقى مقرمشه وحلوه كده. يبقى دقيق بسبوسه ونضاعف. لو هتحطي كوبايه من دقيق البسبوسه هتحطي كوبايتين من الدقيق العادي، وهتحطي معلقه نشا. هنكمل بقى بعد ما حطينا معلقه النشا. نحط ايه تاني؟ خلي ده بقى عشان نحطه في البرطمان. هنحط ايه تاني؟ هنحط معلقه سكر. طبعا انا ما بحطش بالمعلقه، انا احط بالويم كده عشان انا بحبها مسكره. يلا حبه من عندي في البيع. ينفع انا اقلب؟ لا مش تقلبي، مش قلبي. اسراء طبعا هتقلب المكونات دي كده مع بعضها، ما هي لازم تشارك والا ما تبقاش اسراء. رشه ملح، قلبي. ده كل ده تقليب على الايه؟ تقليبه على الناشف. تقليبه على ايه؟ ناشف. صح شطوره. هنقلب كده على الناشف لحد لما ايه، نجيب الخميره والبودر ونضيفهم ونبدا نقلب برده تاني. انا هحطه انت تقلبي. حاضر. مش لعبه هو، ها؟ حاضر. يلا اشتغلي بقى. قلبي شطوره يا رائع، بتعرف تقلب ومساعد طباخ. حلو مساعد الطباخ ده؟ مساعدة الطباخ. بدل ما اقول الشيخ الشربيني اخر مرة قلت لك ايه؟ الشيخ الشربيني، الشيخ. يلا قلبي. بدل ما اقول لك الشيخ الشربيني قلت لك الشيف الشربيني. ما هو اسمه الشيف الشربيني، ما تلخبطيش الدنيا. هو اسمه الشيف الشربيني، ما اسموش الشيخ الشربيني. انا كده قلبي بقى. كنت فاكراه شيخ. معلقه زيت. زيت وهتقلبي. خدي بقى على المعلقه. بصي انا ما بحطش بالمعلقه برضه، رشه زيت زغنطوطه كده. حطي في المعلقة. طيب ما بحطش في المعلقه، دول يجوا اكتر من معلقه. قلبي. لا بقلب ما تخافيش. مساعده طباخه ناجحه. مساعدة الشيف. الشيف ولا الشيف؟ سوري. انا هزود الميه دي. احنا هنعجنها بميه دافيه، عايزين ميه سخنه. عايزين نعتذر للشيف الشربيني عشان طلعنا عليه انه شيف. ها؟ تعتذري من مين؟ هو اسمه شيف شربيني. ما انا اتلخبطت وقلت شيف. عايزين نعتذر. حسبي انا هحط ميه وانتي تقلبي بالمعلقه. ها يلا، ميه دافيه يا جماعه، هتتعجن بميه دافيه. ها قلبي ايدك رايحه، لا في اتجاه واحد يا ماما. طب صبي انتي وانا هعمل. ممكن حضرتك كده هتكعكل مننا. طب كده كده مساعده. انا صب ميه. ليه هنخليها كلها ميه ولا ايه؟ بصي هو الميزه اللي فيها ان هي ايه، بتحتاج لميه فعلا كتير وهي بتتعجن. حطيش ايديكي فيها، هي بالمعلقه، كله بالمعلقه. مش عايزين نعك فيها. لا هي مش هتتعك، ما تخافيش. هي هنزود ميه صح؟ ايه؟ زودنا ميه؟ لا ما زودناش، ده هي دقيق البسبوسه بيشرب كل الميه دي، بس هي المفروض ان انت تقعدي تلفي فيها كده. طبعا انا مش هعجن بايدي، انا ساعان انت عارفه؟ تلفي فيه. لا انت بتلفي يمين وشمال وهتخربي الدنيا. فاحنا ايه،
هي في اتجاه واحد. انت كفايه عليكي تقليب على الناشف. حلو قوي وكتر خيرك. دلوقتي بقى تفور وتخمر ونقعد نقل انا وانتي. مش واخده بالي ان انا وانت مطقمين. مطقمين ايه الوان؟ الله، طب والله مش واخده بالي، بس حلو حلو يحسسنا برضو بالدفء. بصي بقى لازم تبقى كده. بس انت في ايه فرو. ممكن ايه، ممكن نزود سنه ميه كمان. انا انت ايه؟ لا انت ايه، خلاص هي اصلا كده خلصت. ايه؟ لا ما تزعليش، تزعلي ليه؟ ولما تاكلي هتتبسطي مش تزعلي. ولا نبوظها ونقعد احنا الاثنين نرميها؟ لا. طبعا هو احنا مش بنعلم حد عشان الناس يعني ما شاء الله في احسن مننا بيعمل بكتير، بس احنا كايه كنوع من انواع التفاريح كده. بصوا بقى لازم تبقى سايله كده. العجينه بتاعت الزلابيه لازم تبقى سايبه كده. هتقولي لي عجينه الزلابيه مش بتحط لها دقيق بسبوسه؟ جربيها بدقيق البسبوسه مع الدقيق العادي. الدقيق العادي يبقى ضعف دقيق البسبوسه، يعني تحطي نص على كوبايه، نص دقيق بسبوسه على كوبايه ايه عاديه. هنغطيها وهنسيبها تخمر في فرن البوتاجاز، وهنفتح عليها وقت ما تخمر نلاقي ضعفت. يعني مش هفتح عليها اقول لك ساعه نص ساعه، جو برد، ده ممكن تخمر في نص ساعه، ممكن تخمر في ساعه في ساعتين حسب ما تخمر. خلاص كده يبقى وقت ما تفتحي عليها كده بالراحه وتيجي تفتحي عليها بعد نص ساعه تشوفي ضعفت. خلاص طالما ضعفت يبقى هتبداي ايه تقليها، واوريكي واحنا بنقليها. وطبعا دي القماشه اللي بنغطي بيها عجينه البيتزا، عيش، اي حاجه عاملينها مخصوص. المهم ان هي تتغطى عشان ما تسقعش بالليل. المهم ان هي تتغطى. هغطيها زي ما هي كده وهسيبها فين؟ في فرن البوتاجاز. هتقولي غطيها بستريتش، حضرتك الطبق اصلا يشيل 30 كيلو تانيين. ما عنديش استريتش. هتتدفى في فرن البوتاجاز وتطلع ونقليها مع بعضينا. المفروض ان احنا دلوقتي هنشوف اذا كانت خمرت ولا لسه. ما شاء الله لا خمرت. ممكن نختبر كمان الخمر بتاعها. بصوا كده، بصوا. لا خمر. لا خمرت. هنقليها. حط الحله على النار. في اصغر طاسه عندك هتحطي زيت غزير. وبقول لك ليه اصغر طاسه؟ عشان ما تهدريش في الزيت يعني. بس كده، دي لازم تتقلي في زيت غزير. بصي بقى عشان تطلع كور زي ما بنجيبها من اي محل حلواني، لازم ايدي تبقى فيها مسحه زيت زي كده. طيب والعجينه انا همسكها في ايدي وهاخد بمعلقه، ادي معلقه كده من غير ما تكون فيها حاجه. المعلقه لازم يكون فيها زيت. بصي بقى ادي ايدي اهي اهي، هاخد دي كده وانزلها في الزيت. هتنزل بسهوله لسبب المعلقه فيها زيت وايدي فيها زيت، فهتطلع بسرعه وهتبقى كوره. وهوريكي بقى لما اخلص الطاسه كلها هوريكي شكلها بقى عامل ازاي. بس اهم حاجه المعلقه فيها زيت وايدك يكون فيها زيت. بصي جمالها بقى كده ومقرمشه. لما تتحط في الشربات البارد بتبقى حاجه تانية. عايزه ترشي عليها بقى شوكولاته سايبه بتبقى تحفه. سيبها بقى كده ايه لحد لما نطلعها على الشربات. دي كانت النهايه للزلابيه بتاعتنا. لو اتفرجوا شكلها كده بصوا كده. طبعا انا ما عملتش كور، بس انا عملت اشكال. سابتني وراحت الدرس بعد ما خلصت كل الكور اللي انا كنت عاملاها. فقلنا نغير الاشكال بقى. بصوا الجمال والحلاوه. بألف هنا وشفا لله ياكل واللي هيجرب.